تشوفوا اليوم وبمناسبة الذكرى لعيد العرش المجيد، تفضل السيد والي جهة طلعت بلات بزيارة مرافق دار الشباب والمرأة. المؤسسة هذه اللي عرفت إشغال تهيئة خصوصا ما يتعلق بما إحداث مذهبي للقرب جوج تيرانات كازونيي، إضافة لتهيئة المرافق القاعات المؤسسة. هذا الشيء كامل من شأنه أنه يساهم في تطوير ومواكبة شباب على المستوى المحلي، شباب المنطقة والنواحي، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية المحلية والمدينة. أهمية المشروع تكمن أساسا في تعزيز البنية التحتية الرياضية والشبابية على المستوى المحلي على مستوى مدينة المنى، إضافة إلى صقل وتنمية مواهب الشباب. كيف ما كنعرفوا كاملين البرنامج ديالنا اللي عطات خصوصا في الشق الرياضي عطات لنا هذا بزاف. دونك حنا كمؤسسة ضروري أنه تكون مواكبة لهاد الشباب هادو، على أساس أنه تكون واحد التقوية والتنمية ديال المهارات والقدرات ديالهم. والحمد لله اليوم راه شفنا ردود أفعال من الجمعيات من المؤسسات اللي استبشروا خير بهذا المولود اللي عرفته المؤسسة، خصوصا ما يتعلق بملاعب الكرة. نتمنوا أننا كنا كاملين نخاطروا ونكونوا قد المسؤولية. اللي كنقول هادشي كنقصد بالضرورة أننا نحافظوا على المؤسسة، نحافظوا على التجهيزات ديالها، نحافظوا على المرافق ديالها. نتوما كتعرفوا أن بحال اللي دايره بحال هادو تيبغيو المواكبة، تيبغيو دونطرتيها مرة تعاود لهم الصيانة. ونتمنوا كيف ما قلت لك أن الشباب المدينة يكونوا قد المسؤولية. كنا مسؤولين على الحفاظ على هاد المرافق هادو، والحمد لله غادي تكون برمجة بحصص تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الفئات العمرية، على مستوى النوع الاجتماعي. مشروع اللي اكيد يعني كان الشباب ديال برنامج اللي في حاجه اليه، هو مشروع سيعزز يعني البنيه التحتيه الرياضيه، وغادي يعطي ان شاء الله يعني مجال للممارسه والتاطير ديال الناشئه. عندنا يعني ملعب قرب يعني بمواصفات ولي ديمونسيون ديالو الرسميه، وملعب ايضا معشوشه ديال الفئات الصغرى، وملعب ديال التنس الى جانبه ملعب ديال الباسكيت وديال الفولي. هذا كله غادي يسمح يعني للجمعيات الرياضيه انها تولج يعني البنيه التحتيه مناسبه ومشرفه تمارس فيها ان شاء الله الرياضه. 3 اشهر فعلا باش تسلمنا مهام ديال الرئاسه، رفقه مكتب يعني شاب ومكتب مليء بالطاقات ومليء يعني بالاراده، عنده عزيمه. وحنا يعني كنراهنوا على العمل المنهجي، وكنراهنوا على ان يكون عندنا تصور اللي هو قابل للانجاز. حنا ما بغيناش نرفعوا السقف بزاف، ما بغيناش نعيشوا في الاحلام. ان شاء الله كنصيغوا برنامج عمل بمناسبه يعني الاعاده ديالو للجماعه باش دير ليه التعديل. غادي نديروا ان شاء الله برنامج عمل واقعي، غادي نوفروا ان شاء الله جميع ما تتطلبه المشاريع من دراسات ووعاء عقاري الى غير ذلك. غنقلبوا على الشركاء، غندقوا الباب ان شاء الله. حنا كنوعدوا ان المجهود ديالنا غادي نديروه وغنبلغوا داك الشيء اللي خصنا نديروه، والكمال على الله ان شاء الله. اليوم ولله الحمد تم تشييد ملعب التنس اللي هو خطوه ولا لبنه اساسيه اللي كنا كنخدموا عليها منذ تاسيس يعني الجمعيه. والحمد لله الان عندنا واحد الارضيه اللي ممكن اننا نخدموا عليها، ويمكننا دابا ندوزوا لواحد الفتره لواحد الخطوه اساسيه، وهي تكوين يعني وتطوير الممارسين بمدينه كلميمه. يعني هذا من الامور اللي ايجابيه حقيقه، نظرا لان المقارنه بين الملعب القديم وهذا الجديد هذا اللي وقع. هذا الجديد هذا غادي يساعدنا باش انه اي ممارس مبتدئ غادي يجي غادي تسهل ليه الماموريه، لان الارضيه اللي كانت في الملعب القديم ما كانش الارضيه اللي هي مناسبه. اليوم الحمد لله راه الظروف اللي وفرنا في هذا الملعب راه الظروف اللي هي مناسبه لاي مستوى كما كان في هذه الرياضه ديال التنس، باش انه تسهل الماموريه لاي واحد يمارس هذه الرياضه بسهوله وانه يتعلمها ويتدرب عليها بسهوله. هذه العطله الصيفيه هذه
كنا برمجنا باش اننا نستغلوها في اننا نتعلموا هذه الرياضه. ما بغيناش انها تفوت علينا العطله، ومازال تنتعلموا كيفاش غادي نشد مثلا الراكيت ولا دوك لي باز مازال ما عارفينهمش. فالحمد لله بتوفر هذا الملعب هذا غادي نتمكنوا من اننا نكثفوا الحصص ديالنا باش ان الانسان يسرع من يعني التمرن في هذا واتقان هذا اللعبه.